الجزئية اللي محدش قالك عليها علشان يستهلك الكهرمان الغالي والنادر اللي انت اشتريته. من احد طرق الكشف على الكهرمان الطبيعي هي الملح والمية، لكن خلينا ما نعتمدش الطريقة دي كطريقة اساسية، ولكن ممكن نقول طريقة مبدئية علشان نعرف منها. الكهرمان الطبيعي سواء الروسي أو البولندي من الكهرمان المصلب أو تراب الكهرمان أو اللي بيقولوا عليه كهرمان تركي. يلا بينا. هنجيب كمية من المية مش كتير، لكن علشان نحط فيها الكهرمان، وهنحط كمية كبيرة من الملح بقدر الإمكان. كتر الملح شوية وهنقلب. قلب كمان يا صديقي. نسيت أقولك على حاجة. التجربة دي سلاح ذو حدين، يعني لو حطيت ملح قليل في المية احتمال الكهرمان نصه يطفو ونصه يغطس. لازم ملح كتير زي ما انت شايف. كتر الملح بقدر الامكان ولحد ما يدوب. ودلوقتي احنا جاهزين للتجربة. هنحط اول سبحة معانا طفت على سطح الماء. شايفين طفية طفت على سطح الماء. طيب نحط السبحة التانية طفت برضو على سطح الماء. طيب نحط دي كمان نشوفها كهرمان ولا لا. طافية على سطح المية. شايفين اهو. اوكي. البريسلت طافية على سطح المية. طيب لو جبنا اي كهرمان متداخل فيه، ليه؟ علشان بنقول الكهرمان احيانا بيعملوه بوليستر، احيانا بيكون بلاستيك صافي، احيانا بيكون تراب كهرمان، احيانا بيكون تراب كهرمان ببوليستر وبيستحوا يقولوا صناعي فبيقولوا عليه تركي. هنحطهم. فين الكهرمان الصناعي؟ ده الكهرمان الطبيعي وده الكهرمان الصناعي غطس في المية. طيب نحط الطبيعي تاني. وتعالى حذرك من شيء مهم قوي. تحذير مهم مش هتلاقيه غير في سرايا عابدين وبس، لان احنا بنتعامل باحترام وبفكر ناس عقلانيين. الاحجار الكريمة والمجوهرات ما بتكشفش عليها بالطرق البلدي دي. شعرة تولع في النار، تحط اضاءة على الحجر. ما في احجار معتمة. تحط لي ملح في الكهرمان، هتخش على صائغ او مركز مجوهرات كبير جدا بمية بملح. لكن أنا حبيت أعمل لكم التجربة دي علشان نكون مواكبين للهبل والخزعبلات اللي بتحصل. إلا وإني أعترف إن دي من أحد الطرق اللي ممكن مبدئيا تعرفك الكهرمان. التركة دي أنا بس اللي هقولك عليها وبحذرك منها جدا. اتفقنا إن احنا هنحط ملح كتير مع المية علشان التجربة تنجح. ولكن يا صديقي احذر بعد التجربة في الجزئية اللي محدش قالك عليها علشان يستهلك الكهرمان الغالي والنادر اللي انت اشتريته، انك تخرج السبحة او الكهرمان عندك من المية بملح كده بس وتسيبه، لان الملح هيعمل على تآكل الكهرمان. ولو التجربة مش طويلة وعاوز أثر عليكم كنت سبت لكم سبحة مجففة. هتلاقي بعد كده إن نطرات الملح بتطلع على السبحة. لو أنت نسيتها لفترة طويلة ممكن الكهرمان يتآكل معاك. وده ليه؟ قلت لي ليه؟ لأن الكهرمان في الأصل مش حجر. الكهرمان صمغ أشجار الصنوبر تحجر على مدار ملايين السنين. فخد بالك من النقطة دي. لو حابب تعمل التجربة اتفضل، لكن بعد ما تعمل التجربة والكهرمان بتاعك ينجح طلع الكهرمان وحطه تحت الحنفية لمدة 10 دقايق علشان تصفي الملح. أشوفكم على خير.